كنت سفيرا لعمان في تل-أبيب ناجحا، فنرجو من اليوم أن تكون سفيرنا في عمان سفيرا ناجحا. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! نعم، لم يخف ظنهم فيه، فجاء واستلم الحكم وزور الانتخابات، ولكنه أيضا استخدم الجيش الأردني في تزوير هذه الانتخابات. جيش الأردني سياج الوطن وتاج رأسه ومفخر كل الأردنيين، ليس دوره أن يأتي الطبيب والمهندس والمثقف وكل جيش الأردني المثقفين ليصوتوا أمه. ولماذا؟ ولمصلحة من؟ هذه البلد التي أخرجت أجسام مشوهة مصابة بالإيدز السياسي. انتبهوا، شوفوا كيف تنتج البلديات، شوفوا كيف تنتج مجالس النواب، ما شاء الله. إيش اللي وقت الرأس؟ يعني لما بيوقف امبارح ولا أول امبارح نائب ولا أقول محترما ويقول نحن نريد أن نخدم الملك أولا ثم رب العالمين ثانيا. كبرت كلمة أن تخرج. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريد تحكيم شرع الله، الشعب يريد تحكيم شرع الله، الشعب يريد تحكيم شرع الله، والشعب قرر تقرير، والأردن قرر تقرير، والأردن تقرر تقرير، والأردن قرر تقرير، ولا زمان التزوير، ولا زمان التزوير. نعم، فهذه المنتجات المشوهة التي يعبر عنها بالديمقراطية الأردنية نتيجة التزوير والعبث والفساد والإفساد. واعلموا أيضا أن الأردنيين قد قرروا أنه لا فساد ولا استبداد بعد اليوم. نعم، ولا زمان كانت تقاد فيه الجموع بواسطة رجل أمن واحد أو شرطي واحد أو درجي أو مخابرات. الفساد الذي نتحدث عنه ويتحدث عنه الجميع، الذي طبعا لم يبق شيئا، لا أراضي ولا مؤسسات ولا شركات ولا مقدرات، باعوا ما فوق الأرض وما تحت الأرض، ونسأل الله أن يرحمنا يوم العرض عليه. هؤلاء هم الذين الآن يقودون الموكب ونحو الإصلاح. ثرثر وجعجع ولا نرى حفن الطحين واحدة. نحن اليوم يحق لنا أن نقف وأن نصرخ بأعلى صوتنا: يا أيها الفساد، يا أيها المفسدون، لا سمع لكم ولا طاعة. فلستم أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف على المنبر وقال: يا أيها المؤمنون. فقام رجل وهو سلمان الفارسي فقال: يا عمر، لا سمع لك ولا طاعة. قال: لماذا؟ قال: لأنك وسعت علينا أثوابا وأنت تلبس ثوبين، فلا سمع لك ولا طاعة. وتعلمون البقية. كيف بحث عمر عن ابنه؟ قال: أين عبد الله؟ ليعلن على الملأ أن الثوب الثاني هو حصتي، ولكنني قدمته هدية لأبي لأنه رجل قوي. فقالوا: الآن نسمع ونطيع. ونحن نقول عندما ينتهي عصر الفساد والاستبداد والظلم نقول سمعا وطاعة، أما قبل ذلك فلا سمع لهؤلاء الفاسدين ولا طاعة لهم. نعم. الله أكبر، الله أكبر. نعم، الفساد أغري وأغرقت فيه البلاد عندما لم يجدوا من يحاسبهم أو أن يتوقف أمام جرائمهم. الفساد الذي نتج وأنتج حالة متعفنة هو نتيجة الاستبداد، جمع السلطات بيد واحدة.
جمع السلطات كلها في يد واحد. ولذلك لا تستغربوا، ليس فقط من نائب واحد يخطئ هذا الخطأ، وإنما أيضا رئيس أحد المؤسسات أو وحدة السلطات ما زال على رأس عمله يلتقي بالملك في يوم من الأيام فيقول الملك موجها خطابه لهؤلاء المسؤولين: نحن نريد الوطن ويهمنا مصلحة الوطن. فيقول هذا المسؤول: يا جلالة الملك، اسمح لي أن أختلف معك، فنحن أولا وقبل كل شيء يهمنا الخيمة الهاشمية والعباءة الهاشمية، ثم بعد ذلك الوطن. مش انتوا اللي بتقولوا الله الوطن الملك؟ أصبح الأرض مقلوبة، فتأخرت القائمة وانقلبت. فعندما يعبد الأشخاص وإعادة إنتاج أصنام بشرية من جديد، يحق للشارع أن يعيد إنتاج قوله: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، كم صنما نجته لم يكن يحمل عمر الصنم. نعم، هؤلاء عندما طاقوا رؤوسهم وسلموا مخدرات البلد في يد حفنة متعفنة فاسدة ساقتنا إلى فساد وإفساد، تجمع الصلاحيات كما يقال دون محاسبة ينتج الفساد المطلق، سلطة مطلقة وفساد مطلق. ولذلك ومطالبنا أن نرى إصلاحا حقيقيا. وهذه الفضاءات والثغرات واللغو في حديث الإصلاح تمخضت الناس عند قرار مجلس النواب هذه التعديلات الدستورية التي تقبلوا لها كثيرا وسموا لها كثيرا. في ناس قرر مجلس النواب غيره وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، وبالمناسبة هي تعديلات هامشية لا تمس جوهر الحياة السياسية. وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية بشرط أن تبقى القوانين والأنظمة القديمة سارية المفعول حتى التي تتعارض مع التعديلات الدستورية حتى يتم تعديلها أو إلغاءها خلال 3 سنوات. وهذه المادة عبارة عن أفراد كل ما قيل عن التعديلات الدستورية، وكان فيها أبو زيد نارزي. طيب، يعني نتفق نضحك على بعض. يا جماعة، لابد أن نتصارح. هل فعلا الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى لجنة حوار تقعد 2-3 وبعدين يطلع رئيس الحكومة بيقول بصريح العبارة: هذه لجنة حوار مخرجاتها فاشلة، صعبة الفهم، غير قابلة للتنفيذ، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية المالية. وبعدين بعد الحوار الوطني وتمخض الجبل فولد درا أو أقل من الجبل، نرى بعد ذلك أنهم يقودون باتجاه التعديلات الدستورية. لجنة تقعد لها شهرين، وبعد ذلك تذهب إلى مجلس النواب، وبعدين يجي ما تسمى مجلس النواب، هذا يسمى أحسن مجلس العلم. الإصلاح يريد إرادة، يحتاج إرادة حقيقية. نريد إصلاحا يعيد إنتاج المشهد السياسي الأردني. وباختصار شديد حتى لا أتعدى على حق زملائي، ما هو الإصلاح الذي يضمن إنتاج عالم جديد؟ ما دامت أن الحكومات وهي السلطة التنفيذية لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تمثل إرادة الشعب، يعني بمعنى آخر لا يعينها الشعب، فستبقى حكومات وظيفية. رئيس الحكومة فيها اسمه موظف له درجة، إذا كان قوي شخصيا وقد حاله أخو أخته بيكون بيمارس 10% من صلاحياته، لأنه موظف ليس عند الشعب وإنما عند الملك الذي عينه. وعندما يبقى رئيس الحكومة موظف عند الملك لا يمكن أن يكون في إصلاح أبدا. إحنا بدنا رئيس الحكومة يكون موظف عند الشعب، يعني بإرادة الشعب يجي عشان نتحدث ونقول بدنا رئيس الأغلبية البرلمانية الناتجة عن انتخابات حقيقية هو الذي يكلف برئاسة الحكومة. لما نقول موظف عند الشعب ما يستطيع أن وبعدين نقول لك الأغلبية تستطيع تجيب الاتفاق وكنا اتفاق. طيب احنا جربنا والمجرب لا يجرب. هذا الحكومة السمير الرفاعي أخذت 110 مرة في مجلس النواب، شيء 92.5%، وبعد
30 يوم قالوا تشمع السنة. وين قيمة إرادة الشعب؟ وتحرك الحكومة. ماذا الانتخاب للحكومة والنواب. نعم، نريد رئيس الحكومة يأتي بإرادة شعبية، وعندما يأتي بإرادة شعبية يستطيع أن يقف في وجه الصلف اليهودي الصهيوني، بل ويستطيع أن يقاوم ظهور الأجهزة الأمنية. الآن مش المخابرات من المخابرات، الآن رؤساء المخابرات بيموت في بلد أكثر من وزير. تلفون صغير بغير رأيه وغير قراره، ولا شفنا كيف استقال القرار العدوان وزير الإعلام. قال يا جماعة احنا مجلس الوزراء اجتماعنا ثقيلة، قررنا قرار ما كنا كنا عليه إنه القوانين 1 و2 و3 ما تروح للدورة الاستثنائية. ثاني يوم فجأة ولا رايك الدورة الاستثنائية؟ مين اللي صنع القرار؟ مجلس الوزراء. إذا نريد حكومة قوية صاحبة ولاية دستورية حتى تعبر عن الشعب. بهذه الطريقة مجد علينا الحكومة لا يمكن أن تكون قوية، لأنه موظف وفي موظف أعلم أنه بيثر عليه الإرادة. نريد أيضا انتخابات كاملة حتى مجلس الأعيان. لا يمكن لأحد مهما بلغ ومن أوتي من الحكمة والرشد أن يكون أرشد من مرفوع الشعب الوطني. حتى الأعيان أيام الانتخابات أمر طبيعي. إذا بدكم تتحدثوا عنه ديمقراطية حقيقية فاتركوا الشعب الوطني يتم الاختيارات ويختار مساراته. وأما بسوى ذلك فاعلموا وليعلم صاحب القرار أننا لم نشارك في أي مسألة اسمها انتخابات. تستطيع أن تذهب وتنتج بلديات وتنتج جمعيات سياحية، لكنها ستكون أجسام مشوهة مختلة، مثل ما سمعنا وقرأنا كيف النائب يقول بدنا كذا قبل كذا، ورئيس المجلس يقول الدستور خطأنا من واحد يكذب عليه. تستطيعوا أن تصنعوا كما فعلتم في الانتخابات الماضية. قبل 6 شهور من الانتخابات كان معروف أنه رئيس المجلس الموجود. اصنعوا وهندسوا، لكن هذه ساعات مبروك لكم ولن تحصلوا على تزكيتنا، لن تحصلوا على بصمتنا، لن تحصلوا على شهادة حسن سلوكنا، وسيبقى التزوير والفساد هو العنوان الأبرز، ولن تحصلوا على ثقة الشعب، وستبقى كل هذه المؤسسات خاوية على عروشها مفرغة بالمضمون ومحتواها. سيستمر الحراك والفعل الشعبي والجماهيري إلى أن تتحقق كامل المطالب، وهي بالمناسبة مطالب معقولة ومنطقية. ووالله لو هنالك رشد عند النظام السياسي الأردني لقبل هذا الحراك، لأنه أول ما يخدم مصلحة النظام. إذا وافق، إذا سمع، إذا أصغى إلى هذه المطالب فالمستفيد أكثر من النظام وليس آخر أو أكثر منه. إذا هي مطالب متحركة دائمة ومستمرة ومتواصلة وسلمية أيضا وسلمية، وإلا لن نستطيع في يوم من الأيام لا نقف أمام غطرسة اليهود الصهاينة ولا أمام غطرسة الأجهزة الأمنية الذين تحكموا في البلاد فأثروا فيها الفساد. الله وكيلك وأنتم تعلمون أكثر مني. من حارس المرمى في فريق سواء كان سين ولا صاد إلى حارس المدرسة، كل هذا تكون موافقة أمنية. لماذا؟ مؤهلات مسؤولية الوطن أن يكون المواطن صاحب كفاءة. عندما تؤخر الكفاءات وتتقدم الرويبضات فهذه من علامات الساعة التي نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.